كان في ولد اسمه عادل، عايش في بيت قديم قوي في حارة شبه منسية، ما فيهاش غير البيوت اللي على وشك تقع، والناس اللي على وشك تموت، والشارع نفسه شكله بيكح تراب من كتر ما هو قديم. والولد ده كان كل يوم بيصحى على نفس الصوت، نفس النغمة، نفس الخربشة اللي ورا ودنه اللي بتحصل كل ما يصحى، كأن في حاجة بتناديه من جوه المخدة، كأن في حاجة بتتسلل لعقله. قبل ما يفتح عينه كان دايما بيسمع صدى بيقوله: فوق فوق، اصحى اصحى يا عادل، انت متراقب. وهو ما كانش بيحكي لحد، لأنه تعب من الناس اللي بتقوله: انت بتهلوس يا ابني، انت بس محتاج تنام كويس. بس عادل كان بينام، ويمكن بينام أكتر من اللازم، وكان كل يوم بيحس إن نومه ما كانش راحة، كان سجن. كان بيرجع منه متكسر، كأن في حاجة كانت بتجره جوه السرير وتحبسه هناك، وكل ما يصحى يحس برجله مش حاسه بيها، جسمه مش بتاعه، وشه مش وشه، عينه مش عينه. ولما يبص في المراية الصبح يلاقي فيها غباش، كأن المراية مش عايزاه يشوف الحقيقة. وفي مرة من الأيام وهو قاعد على السلم اللي تحت البيت شاف راجل غريب بيبصله من بعيد. كان الراجل واقف عند ناصية الحارة، لابس جلابية سودة وعينيه مش بترمش. وعادل فضل يحدق فيه، والراجل ثابت مكانه كأنه تمثال، كأنه مش حي. وبعدها بثواني اختفى، مشي ورا العمارة ومظهرش تاني. ولما عادل جري يدور عليه لقى لورا العمارة سور مقفول، ما فيهوش أي طريق يهرب منه. ساعتها حس بالخضة وساب كل حاجة ورجع بيته، وهو قلبه بيدق بسرعة. بس المشكلة الحقيقية بدأت تاني يوم. لما صحي من النوم لقى تحت مخدته حاجة مش بتاعته، ورقة، ورقة صفرة باهتة مكتوب فيها: انت اتخرت، احنا مستنيينك من زمان. وورا الورقة كان مرسوم رسمة شبه وشه بالظبط، مرسومة بفحم غامق، وفيها عينيه متشققة وسودة تماما، كأنه اتحرق فيها نور. وشه اتبدل فجأة، بقى مش هو، وبقى كل لما يمشي في الشارع يحس الناس بتبصله بطريقة غريبة، كأنهم شايفين في حاجة هو مش شايفها. ولما رجع البيت دخل أوضته لقى على الحيطة نفس الرسمة اللي كانت في الورقة، مرسومة بالفحم، وما كانش فاهم مين دخل رسمها أو إمتى أو إزاي. وكل ده وهو ساكت، مش قادر يصرخ، مش قادر يتنفس. وبعدها بثواني الباب خبط، ولما فتح الباب ملهوش حد، بس لقى صندوق صغير